مرحبا. اهلا. كيفك؟ الحمد لله. عارفينا باسمك؟ آية. شاشة الأسامي. عصام. عصام. أنتم متزوجين مخطوبين؟ لا متزوجين. متزوجين. حلو كتير. اليوم عم نسأل نحن عن الرفقات. تمام؟ عندك اخوات بنات؟ ايه عندي. شباب؟ تمام. إذا عرفتي أنه حدا من رفقاتك البنات بحب أخوكي أو حاط عين على أخوكي، شو بتقولي له لأخوكي؟ بتنصحيه ياخذها ولا يتركها وليش؟ هلا حسب الرفيقة يعني، إذا أنا هلا إذا رفقاتي أكون عارفهم منيح يعني. إذا منيحة إيه رح شجعه، وإذا لا أكيد رح أقول له لا، لأنه أنا بكون عارفة يعني كل شيء. طب حسب انت رفقاتك الموجودين عندك، قديش نسبة اللي ممكن تقولي له عليهم ايه وقديش نسبة اللي ممكن تقولي له عليهم لا؟ يعني لا كلهم مناح يعني، بشجعه صراحة، لأنه بكون عرفتها يعني من جوا ومن برا، مو بس كشكل يعني. يعني ما عندك مشكلة ابدا؟ يعني هي بالاصل اذا ما كانت رفيقتها منيحه ما حتكون تكمل معها او تكون رفيقتها بشكل عام، بقى اكيد حيكون عندها مقومات لتختارها زوجها لاخوها او شيء، بس هي حسب بقى بتعرف اذا الطيب اللي بيحبه اخوها او الصفات اللي موجوده فيها تتفق مع مزاج اخوها او لا، يعني الستايل تبعه أو بس لا. هي الفكرة انه مثلا البنات بحسهم يعني صداقتهم مو مثل صداقتنا نحن الشباب، أكيد رابطة بيعرفوا. الصداقة بين الشباب اقوى من بين البنات، بيغاروا من بعض بكل شيء، فلهيك انه احيانا ما بتحب انه مثلا اخوي يتزوج رفيقتها لو كانت رفيقتها منيحة. لا بهالموضوع ما في غيرة، لأنه أنا بتمنى الأفضل لأخي، دائما أحسن شيء يعني، ما حغار من بنت لأنه هي رايحة لأخي بالنهاية، مو لحدا غريب. يعني حتكون في شفافيه بالتعامل بهالموضوع هذا. طب السؤال الثاني، ليش رابطة الصداقة بين الشباب بتحسيها اقوى من بين البنات؟ يعني حتى على الفيسبوك اليوم هلا بتلاقيهم بيحكوا انه مثلا نحن الشباب بين بعض انه بسبوا لرفيقي وهي عادي ما بزعل مني، انت اذا بتقولي لها شعراتك مو حلوين ما تحاكيكي. لا البنت بشكل عام حساسة، لأنه مو مثل الشباب. شغلة تانية إنه في غيرة، في قد ما بنقول لا هي مثل أختي وهي مثل، لا ما في يعني، في غيرة قوية بين البنات، بين الشباب ما في ما بدقوا على التفاصيل اللي نحن بندقق عليها. صح. طب من رفقاتك مين الرفيقة اللي صار بينك وبينها موقف ما بتنسيه بحياتك؟ ممكن يكون ايجابي، ممكن يكون سلبي، بيضحك، بزعل، اي شيء. يعني هلا ما في موقف يعني إنه، يعني مواقف مو موقف يعني، هلا ما متذكر شيء، بس انه في مواقف ايه ما بتنتسى يعني. لازم احكي للموقف. اذا فيك تحكي احكي لنا اياه. والله ما في شيء هلا ببالي يعني، ما في شيء هلا ببالي يعني ابدا. لا. الصداقة ما عادت مثل قبل، يعني دائما نسمع انه رفيق خان رفيقه، رفيقة خانت رفيقتها، والخيانة لها انواع يعني. فشو اغرب قصة خيانة بين الرفقات سمعتوا فيها؟ اغرب قصة خيانة رفقات البنات يعني؟ ما بعرف، انت سمعتي قصة انه مثلا فلانة عملت مع فلانة كذا؟ شوف مرة واحدة حكت مع حبيبة بس على اساس رفيقتها، لتشوفه اذا هي يعني معجب برفيقتها ولا لا. وضلوا تقريبا شي 6 اشهر، هو راح حبها بس هي تكون حبيبته، بس هي على اساس رفيقتها. هي شاكه برفيقتها اساسا وبحبيبها، عم اجت اختبرته. عم اختبرتهم وضلوا يعني شي 6 شهور 7 شهور يحكوا شات يعني، واخر شي حبها عن جد. هي اخر شيء طلعت حبيبته هي نفسها يعني حببته بحالها بزياده يعني. حبه مرتين يعني حبها مرتين. اكتشفها اكثر ما بيعرفها من قبل. تماما. عرفها. وشو عملت فيه لما عرفت انه هيك؟ لما كشفت له المقلب شو عملت فيه؟ هو انصدم يعني، زعل منها تقريبا فتره منيحه لانه انصدم، هو حبها رفيقتها يعني، بطل بده حبيبته. بس قلت له هي انا بكل شيء يعني، الحكي تمام. اهتمامي فيك كله هي انا يعني، بس هو ضل بده هديك. طب وانت شو اغرب قصه سمعتها بين الشباب؟ معلش خلينا نحن قصصنا بتصير اكثر على شو بدي اقول لك، يعني المواقف اللي بيقولوا عنا انه الرجوليه او انه وقف معي ما وقف معي بهالمحنه او بكذا، خصوصا بظروف اللي عم نمر فيها هلا اكثر بصراحه بهالوقت هذا الماديه. يعني انه اذا رفيق طلب من رفيقه شيء او كذا والثاني ما قدر يوفي او شيء، عم يتخلوا عن بعض. يعني ما عاد في مثل ما بيقولوا مثل قبل انه التمس اعذار او شيء، ما عاد موجوده ما عاد حبت بعض الناس. ايه طبعا، هلا هي بسبب الظروف بشكل عام. بس اللي عم بيصير انه اغلب القصص اللي عم نمرق فيها بهالشغلات هي. هلا بس هي ما تعتبر خيانه، يعني انا اذا دينت من رفيقي وما قدرت ارجع اليوم يكون عندي ظرف. بحكي بشكل عام على انه مو انه يتضايق منه، انه يطلب منه او شيء، بس لا اللي عم بقول لك اياه انا انه عم بتوصل لانه يصير بيناتهم بعد او زعل بسبب المصير. ايه يعني مو شرط انه يكون موقف خيانه. هلا الخيانه اكثر بتصير بين الشباب على انه سمع على لسانه شيء او كان منتظر منه يحكي بظهره بشيء، او سمع عنه انه غير موقفه منه او شيء، او
يعني لا انه الصداقه مزيفه مثلا، او طب إنه ما في بيجي قصه شيء انت صارت معك او مع حدا من معارفك بتشبه هذا الشيء؟ والله انا شخصيا لا، لانه كلهم بيحسبوا حساب يعني، بس بده يتعاملوا معي بيكونوا شوي دقيقين. لا الحمد لله انا رفقاتي يعني او شيء الاحترام موجود بالاساس، يعني قبل ما تتكون صداقه او معرفه عم بيكون في اختبار لبعضنا، بعد هيك بتتكون الصداقه بقى، بنكون متجاوزين هاي المراحل انه ننصدم بشيء او هي، مشان هيك مستمره صداقاتنا والحمد لله كله. الحمد لله. اخر سؤال، لو رجع فيكم الزمن تمام، مين الشخص يلي بتقول انه انا هذا خلص ما عاد بدي اقرب عليه وليش؟ من اصدقاء من الناس اللي بحياتك بتقول انه هذا الشخص لو رجع فيني الزمن لورا انه ما بقرب عليه ولا بتعرف عليه؟ لا شخص بعينه ما في، بس اللي قلت لك اللي عم نكتشف معدنه، يعني اللي عم ننصدم فيه اكيد رح نحكي هيك. اما انه شخص معين ما بنوصل لهالمرحله، يعني مباشره لما نكتشف انه هو عم يتغير او شيء مباشره يعني بنوقف العلاقه، ما في شيء يجبرك انك تستمر. عرفت كيف؟ هلا هي المرحله عم تحكي عنها بتوصل بعد وعي وعلاقات كتير، بس انا عم بحكي انه قبل ممكن انت وصغير تكون تعرفت على شخص، يكون هذا الشخص سبب لك اذى نفسي او ضايقك او اللي كان بعدم الخبره اللي موجوده مثل ما قلت انت، انه اللي كان انت تتاثر فيه بشغلات وهي وانت مالك عارف انه هي الشغلات مو منيحه لك او شيء، تاثرت باسلوبه بالحياه او تعامله او اخلاقه نوعا ما، بقى مشان هيك هيك بتقول يعني بتقدر تقول انه يا ريتني ما تعرفت عليه، واكيد مثل ما قلت لك انه اكيد ما اكون بعد الوعي اللي وصلت له ما حاستمر معه، يعني بقى اوريدي بكون خلصت العلاقه بيناتنا. في حدا بحياتك من هدول الاشخاص اللي كنا عم نحكي عنه انه انت ما بتقولي انه ما عاد بدي اياه؟ اكيد كل حدا يعني بمرق بهاي التجربه، واحد بزعل بس على الوقت يعني اللي ضيعه هيك، بس انه بسبب اذى نفسي لا الواحد فيه يقدر يتعافى ويتشافى وهيك يعني. تمام. طب لو انت بتعرف انه هذا الشخص حيأذيكي، يعني انت رجعتي بالزمان وبتعرف انه فلان حيأذيني مع المستقبل، بتحاولي تأذيه من قبل ولا بس انه بتنسحبي؟ لا بس انه يعني خلص ما بنقول له مرحبا بس ما من بتقرب بعد عليه. يعني اكيد لا ما بنأذي، بس انه خلص من بعد يعني ما بنعيش نفس التجربه اكيد. تمام. شكرا كثير لكم، موفقين بحياتكم. شكرا. أهلين. كيفك؟ تمام. مرحبا. أهلين. عرفوني باسمائكم؟ راما. روان. شو عم تدرسي يا راما؟ إعلام. اعلام. انت؟ وأنا حقوق صناعة. من امتى رفقات انتو؟ من لما كنا عاشر. من صف العاشر. يعني هي البست فريند. حلو كتير. هلا نحن كلياتنا عنا رفقات وبصير بيناتنا مواقف كتير. شو الموقف اللي بينك وبينها ما بتنسيه بحياتك؟ وقفت معي وقت عمليتي. كيف يعني شو عملت؟ يعني ما تركتني أبدا، إجت لعندي على المشفى وصارت كل يوم تجي لعندي هيك، يعني الدعم المعنوي كان بكفي. حلو كتير. وانت شو الموقف اللي بينك وبينها ما بتنسيه؟ وأنا عاملة عملية، فوقت عمليتي كمان ما تركتني، وقت عمليتها كان عندي فحص. تركت الفحص خلص، يعني انه خلص رحت بدي اوقف جنبها لانه عن جد نسيت كل شيء، وقلت اذا ما وقفت جنبها فرح اندم لبعدين كثير. يعني رديتي لها اياها؟ تماما. وهي ردت لك إياها. اجباري ايه. طيب هلا شو القصة اللي بس انتوا اثنين بتعرفوا عن بعض؟ شغلات كثيرة يعني. تذكري هيك شيء ممكن فيك تحكي لنا اياه يعني؟ ما بعرف هلا مو خاطر عبالي. طيب بنغير السؤال. الخيانة بين الأصدقاء معروفة. هلا أنت وياها كتير بتحبوا بعض وموقفين مع بعض بمواقف حلوة، بس في عالم مثلا بيكون عنده رفيق فجأة هذا الرفيق بيتغير وبيخونه بظهره. شو أغرب قصة خيانة بين الأصدقاء أنت سمعتيها بحياتك؟ إنه أنا سمعتها. سمعتيها عن حدا مثلا إنه وحدة رفيقتها خانتها عملت معها كذا؟ ايه وحضروا بعض ايه ما بعرف يعني شو القصة اللي سمعتيها أنت؟ انه اثنين بيحبوا بعض، تمام عادي، شب وبنت. ايه شب وبنت بيحبوا بعض، وانا بعتبرتها رفيقتي، ويلا انه خلص انا بدي احكي لها كل شيء، ومن هالحكي انه انا بعتبرتها اختي. تمام. فبكتشف بعدين انه هي عم تحكي معه مثلا هي القصة صارت معي. ايه انه عم تحكي معه، حكيت له كل شيء، انا مثلا معاملته تأليف مع بهارات، عرفت؟ بس طب هي كيف جابت رقمه؟ هن كانوا رفقات من قبل، ما بعدين هي عرفنا بعض. تمام. طب ليش ما تكون انت اللي اخذتي منه وانه هي عرفتكم على بعض؟ لانه انا هو يعني لو صاير كان شيء بيناتهم اكيد ما رح فوت انا طرف ثالث، لانه انا عن جد بعيده عن كل شيء، انه ما بحب فوت طرف ثالث بين اثنين بحبوا بعض. تمام. ايه انه هن كانوا رفقات عادي، وهي بتعرف انه مثلا نحن ارتبطنا، بعدين انه خلص يلا. يعني انت وياه ارتبطتي على عينها هي وبتعرف كل شيء، وبعدين انه حاولت تسرقه منك رد، وهو يعني مو تحاول تسرقه، انه صارت تحكي علي،
مرت فترة هن تزعلوا ايه انه ولما هي وياها تزعلوا راحت وصارت تحكي عليها حكي وخانة؟ لا بس لما هي ورفيقتها تزعلوا صارت تروح لعنده تحكي لها انه هي عملت طلعت عملت كله حكي تأليف يعني. بعدين نحن بعدين درينا حتى دخلتني انا بالموضوع صارت تحكي علي وهو صدق لها وتركها. ايه بقى هلا ما كان السبب الاساسي بس كان في كثير اسباب منه هذا. تمام، شكرا كثير لكم، يعطيكم العافيه. الله يعافيك.